السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزين نتكلم عن مبيد النمل والصراصير، وقد ايه هو فعال جدا، وقد ايه لو انت استخدمتيه بالطريقة اللي احنا بنقولها. والله انا عارفة ان انا زهقتكم من الحكاية دي، بس انا غصب عني لازم افهمكم مرارا وتكرارا العملية دي بتتم ازاي، واحنا بنبقى فاهمين شغلنا ازاي. تملي بيقول لك لازم تسأل عن المعلومة قبل ما تمشي، يعني وانت واقف كده اسأل وتطقص واعرف اذا كان المنتج ده بيستخدم ازاي، عشان ما تروحش تستخدم المنتج غلط وتيجي بعد كده تقول المنتج ما جابش نتيجة. فانصحكم يعني واستحلفكم بالله ان انتوا حتى لو بتاخدوه اونلاين لازم تسألوا، عشان بعد كده لما يجي يطلع حاجة غلط مثلا يبقى ما يكونش من عندكم، ما يكونش ان انت رشيتي شوية وسبتي شوية. اولا احنا بنمسح الشقة كويس جدا، لو في مبيد مثلا قبل كده ولا حاجة بنمسحها منه كويس جدا. بعد كده بنسيبها تنشف، وبعدين بنرج الازازة كويس جدا جدا جدا، وبنرشها في كل الزوايا وكل الاركان. ال الحشرات اللي طالعة الصيف ده، عشان الصيف يعني بصوا عشان يبقى الكلام مقنع، الصيف ده مش زي الصيف اللي فات، والصيف اللي فات مش زي اللي قبله، والصيف اللي جاي مش زي الصيف ده. الحشرات اللي طالعة دي دلوقتي في النار والولعة اللي احنا فيها دي، حشرات عندها مناعة قوية جدا، حشرات يعني اتحملت قوة الحرارة الشنيعة اللي انتوا شايفينها دي، وهي عايشة في الصحراء، عايشة هنا عايشة هنا، بتروح تجري تستخبى في البيوت من قوة الحرارة وشدة الحرارة. فتخيلوا الحشرات دي مناعتها قد ايه قوية جدا. فدلوقتي انتوا لازم عشان تعملوا إبادة تامة لأقل مفعول سنة من المنتج اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو شركة لاستر المعروف جدا اللي من غير ريحة من غير ضرر، لازم تاخدي ازازة ترشيها في البيت كلها، وتاخدي ازازة تمسحي بيها البيت. ايه ده يا مدام دعاء؟ بس انا كده دي تكلفة عالية. لا، مش تكلفة عالية على انك انت هتعملي ابادة لمدة سنة، ومش تكلفة عالية على ان النمل يقرصك طول الصيف، ومش تكلفة عالية على انك بتقعدي كل شوية تجيبي مبيد كل اسبوع ولا كل اسبوعين. لا، دي هتخليكي تحصين اقل مفعول لمدة سنة تحصين، لما تدفعي لك 200 300 جنيه مرة واحدة في سنة، ولا لما تقعدي كل شوية ازازة ب 50 ازازة ب 60 ازازة ب 70، الله اعلم الازايز بكام اللي انتوا بتجيبوها والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي. تمام. فانا بنصحكم نصيحه لوجه الله، وبقول لكم استخدموا المنتج صح، وما ينفعش ترشي شويه تقولي انا أصل انا رشيت شويه. كل الشكاوي يا جماعه جايه اقول لها استخدمت ازاي؟ طب ما انا قلت لك رشي العبوه كلها، تقولي اصل انا ما عنديش غير في المطبخ. لا يا جماعه، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها ما عنديش غير في المطبخ. انا اللي ببيع المنتج، وانا اللي واخده التعليمات من صاحبه الشركه، وانا اللي ادرى بكل حاجه عن المنتج. انا اللي بستخدمه في بيتنا وعارفه، انا اللي لما استخدمته وانبهرت بنتيجته اشتغلت فيه. فيا جماعة بالله عليكم استحلفكم بالله انكم تعرفوا الطريقة الصح، ولو مش عايزين من الاول تشتروا المنتج عشان هو غالي ما تشتروهوش. انتوا شايفينه مثلا يعني سي ان انتوا عبوتين هيبقوا غاليين عليكم، ما تشتروهمش. لكن هو المنتج دي طريقة استخدامه، وهو دي الطريقة الصح، وهو ده النتيجة الفعالة او المضمونة للمنتج ده، عشان تقدروا تاخدوا منه احسن نتيجة مرضية ليكم. يعني احنا برضو زي ما البق ليه كورس علاج، برضو الصراصير ليها كورس علاج. زي ما مبيد الذباب ليه طريقة استخدام، زي ما مبيد الناموس ليه طريقة استخدام، زي ما مبيد البراغيث، كل حاجة وليها طريقة استخدام. لازم تستخدموا المنتجات بالطريقة اللي احنا بنقول لكم عليها، عشان تاخدوا احسن ما في المنتج، عشان تاخدوا يعني تريحوا دماغكم، يعني عشان بس احنا نرتاح وانتوا ترتاحوا. فيبقى احنا الطريقة الصح زي ما انا قلت لحضراتكم، اول حاجة هنمسح الشقة كويس جدا، تاني حاجة هنرش في كل الزوايا وكل الاركان، حوالين البيبان، حوالين الشبابيك، تحت الاحواض، ورا باب المطبخ، ورا باب الحمام، في البلكونات، على السلم، لو عندنا سلم نازل بجنينة كده حوالين الجنينة. ايه ده؟ هو امن على الزرع، امن على الزرع، امن على الانسان وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الزرع وعلى كل حاجة، هو امن جدا 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 فوق ما تتخيلوا. طب هو يعني هيشيل الحشرات اللي في الزرع؟ في منتج مبيد عام يشيل الحشرات اللي في الزرع.
لكن انا دلوقتي في النتيجه المضمونه، وما تجيش تمسحي الشقه بعدها بيومين ثلاثه. سيبي المنتج اسبوع، المبيد سيبيه اسبوع، مش هيحصل حاجه لو ما مسحتيهوش لمده اسبوع، هو نشف خلاص مفيش منه ضرر. طول ما صراصير النمل بتخشلك من بره، كل ده هتلاقيه راقد كده نايم في الارض. دي بتاخد مناعه من دي ودي بتاخد مناعه من دي. تمام ولا ايه؟ طب لو انا ما بشوفش نمل وصراصير، هو بيتحلل، لان المنتج اصلا قايم على التحليل. يعني هو اصلا قايم على التحليل، زي مثلا سم الفيران كده. لما انت بتاخديه اللي هو عجينة الفيران، الفار لما بياكله ممكن ما تلاقيهوش. ايه ده انا ما لقيتوش ليه؟ لانه بيتحلل. انت اصلا ممكن تلاقي حاجه ناشفه كده، جلده ناشفه، ما تلاقيش فور، يعني ما تلاقيش حاجه تدل على ان في فور. بس ممكن يعني ايه، لو الجو حر جدا الحاجه الناشفه دي تلاقي لها ريحه. يبقى احنا كده ايه؟ قلنا هنمسح الشقة كويس جدا من أي مبيد، هنرش في كل الزوايا، في كل الأركان، على المراتب، على لو بيطلع لك على السراير رشي آمن من غير ريحة من غير ضرر. بس أكيد مش هرش على المرتبة وهو لسه مبلول وأنام وأحط نفسي في المبيد. طبعا يعني أخلي عندي إيه يعني. أنا ما فهمتش من الست اللي قالت لي دي، بس أنا عندي مخ افكر بيه، عندي عقل افكر بيه. انا مش هنام على مبيد وهو مسيل. ويعني اكيد لو انا نمت على مبيد مسيل، اكيد برضو حتى لو هو ملوش ريحه ملوش ضرر ممكن يعمل لي اي حاجه. اسيبه ينشف خالص ويهدى وما اغرقش المكان كله، احط الزوايا والاركان وارش. في ناس بتقول لي ارش جوه الحلل، لا طبعا ما ترشيش جوه الحلل، حوالين الحلل. ارفعي الفرشه، مثلا انت فرشه كده في المطبخ، ارفعيها ورشي. تحت الحواض، حوالين بيبان الشقة، حوالين الشبابيك، بصي حوالين كل حاجة. يعني أنا عايزاكي تغرقي الشقة. هل العبوة الواحدة تكفي؟ عشان كده قلنالك خدي عبوة، والعبوة التانية امسحي بيها الشقة. طب هل أنا همسح بيها المرة دي وبس، ولا أنا همسح بيها على طول؟ ممكن تمسحي بيها مرة كل أسبوع. كل ما تيجي تمسحي امسحي بشوية مبيد. تمام. تمام لحد كده زي الفل. استبينا، سمعنا الكلام وعرفنا ان احنا المفروض نرش ازاي ونمسح الشقة ازاي ونشيل اي مبيد يكون عندنا. ما ينفعش نرش مبيد على مبيد نهائي. نهائي ما ينفعش نرش مبيد على مبيد. دي حاجة يعني في التكنيك غلط. يعني انه انت ترشي مبيد على مبيد، حتى لو مش مبيدنا احنا، برضو المبيد التاني مش هيعمل نتيجة. لو انت رشه المبيد بتاعنا ورشيتي عليه مبيد تاني، لو انت رشه مبيدنا وترشي مبيد تاني هترش المبيد بتاعنا، هي كده، هي حاجات كده بتكمل بعضها. المهم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله.